مساء الخيرات عليكم أيتها الرائعات المغربيات الحرات حفيدات فاطمة الفهرية. مشهود لنا عبر التاريخ بالإنجاز، وبأننا يعني إذا تعطتنا الفرصة سنثبت بأننا أمهات رجال، اللهم لك الحمد. شكرا لكم، شكرا لكل اللي شاركت بقصتها وبقصة كفاحها وبقصة نضالها وبقصة طموحها وتحديها في ماي واي. شكرا للبدايات الزوينة اللي بديتوا بها، شكرا لكل وحده فيكم شاركت معنا سواء بالتصويت او بانها تسرد لنا القصه ديالها. مازال ما درنا والو، حنا يا الله كيف بادين. هذه غير البدايه، هذه غير الناس الاولانيين اللي خداو القياده في ماي واي. مازال باقي ان شاء الله اجيال واجيال غادي تضيف لهذا الرصيد التاريخي واحد الاوسمه فخر واوسمه اعتزاز بماي واي وبقيمه هذا العمل هذا الحر وبقيمه هذا العمل الحلال. كنتشرف انني الحمد لله في هذه المجموعه الطيبه اللي شفت هذه القصص، منها اللي ضحكاتني ومنها اللي بكاتني ومنها اللي حزناتني ومنها اللي فرحتني. حسيت بنجاح كل وحده فيكم، وحسيت بقيمه هذه الشركه، وحسيت بقيمه النجاح فيها، وبقيمه كل درهم تناخذوه فيها، لان تناخذوه بواحد المجهود وبواحد الحمد لله ان حنا كنطابق علينا داك المثل ديال اعمل ما تحب كي تحب ما تعمل. كنبغيو شريكتنا وشريكتنا حتى هي كتبغينا، حب متبادل بيننا وبينها، اللهم لك الحمد. وهذاك الخير تيفيض علينا، اللهم لك الحمد. هذيك البركه وهذاك الرزق اللي تناخذه مهما كان قليلا ربي تيبارك فيه، لانه نابع على يعني من واحد المجهود درنا، واحد المجهود حنايا حاسين فيه بواحد المتعه، حاسين بان ماي واي كلها ولات عندنا بالنسبه لنا شغف. عندي لكم كلمه ان شاء الله نتمنى انها تبقى لكم ذكرى في هذه المسابقه ديال الرائعات اللي درنا. مساء الفرص الجديده، ومساء العمر الذي لن يتوقف على خيبه الامل، مساء الايجابيه، مساء الحياه التي يجب ان نعيشها كما يجب. تثبتوا لنفسكم وللآخرين بأنكم تستاهلوا هذا النجاح وتستحقوه. مساء النجاح، نجاحكم اللي بيديكم نتوما فقط. ملي في كل مرة كتصبحوا وانتم عندكم واحد الأمنية، كل شيء كيشوفها بأنها مجرد خيال، ولكن حنايا عندنا واحد اليقين بأنها قريبة من أرض الواقع ديالنا. في زحمة هذا العالم المتصنع، وفي غمار هاد الموجات اللي تنعيشوا ديال التقدم وديال الازدهار بشكل صاروخي، تيبانوا لنا بانه الناس البسطاء يقدروا يثبتوا على انهم ناجحين بقلوب سليمه بقلوب بيضاء، ويثبتوا انهم يقدروا ينجحوا من حوايج اللي هي بسيطه، يخلقوا المستحيل من امور او من مؤهلات اللي هي بسيطه جدا او شبه منعدمه. شفنا قصص ديال سيدات اللي يعني ماشي ما كيتواجدوش حتى في المجال الحضاري، وقدروا رغم الظروف يعني ديال البعد ديالهم من المجال الحضاري قدروا انهم يثبتوا ذاتهم، قدروا انهم يكونوا في الصفوف الاماميه لماي واي. يعني ذاك الليل او ليل الاسى وليل الانتظار وليل الاحباطات وليل الفشل مهما كان طويل، لابد انه تعقبوا واحد الفجر، وهذاك الفجر يفجر السعاده ويفجر الفرح. اغلبنا دابا مني سردنا هاد القصص يحس بالحرج من نفسه ومن المواقف والافكار ديالو القديمه اللي جاتو النهار الاول اللي بغا يتسجل في هاد الشركه. اكيد كل وحده فيكم كتقول كيفاش انا في الاول كنت شاكه، كيفاش انا في الاول كنت خايفه نفشل، كيفاش انا في الاول قلت ما يمكنش انا نكون بحال هاد النساء اللي باغيين يخدموا، كيفاش انا غير ربات بيت، كيفاش انا تربيت في واحد البيئه اللي مسدود عليا، كيفاش انا غادي نكون يعني في مصاف سيدات الأعمال، في مصاف ناس اللي عندهم مدخول شهري، في مصاف ناس اللي عندهم شيكات كبيرة. يعني أكيد أننا دابا كنقارنوا روسنا بكيف كنا وكيف ولينا، وكنحسوا بأن رحنا في واحد النعمة كبيرة بهذه الشركة ديال ماي واي. تحية تقدير وإجلال وتحية كبيرة للسيدات المعنى اللي كبارات في السن وتبعوا الحلم ديالهم وتجاهلوا خيبات الشعور، تجاهلوا النظرة السلبية والنظرة الدونية ديال المحيطين بهم، سواء كان زوج، سواء كانوا ولاده، سواء ولادها، سواء كانوا صحباتها، سواء كانوا جاراتها، تحداتهم كاملين وطاردت الأحلام ديالها مهما كلفها الأمر. كل قصة نجاح بدات كقاسم مشترك ما بين القصص كامله، ودرت لها تحليل كلها. بدات مني بديتو كتثقوا في روسكم، مني بدينا كنثقوا في روسنا بدينا كننجحوا. ما كاينش نجاح بدون ثقه بالنفس. والكل امنيه، كل امنيه وكل حلم عشتوه، كل حلم رسمتوه عنده موعد، واخا تظني بانه مستحيل انه يتحقق،
ها احنا دابا شوفوا فين وصلنا، ومازال باقي جايين ان شاء الله. كيف ما قلت من ورانا افواج وافواج، وغادي نشوفوا احلام اخرى، غنشوفوا طموحات اخرى، وغنشوفوا قصص اكثر من هادشي اللي شفنا اليوم. آه، كاينه واحد المقوله هنا استحضرها ديال الدكتور ابراهيم الفقي، تيقول لك الجيوب الفارغه لم تمنع احدا من ادراك النجاح، بل العقول الفارغه والقلوب الخاويه. خساره اننا ندوزو على سطح الارض وما نغيروش فيها شيء. خساره اننا ندوزو على سطح الارض ونموت وحنا ما مخلينش اثر. يعني خساره ان الواحد يتزاد ويموت ويمشي، يعني يبقى طي النسيان وما خلاش اثر، ما خلاش واحد الحاجه الناس كتذكروا بها. الحمد لله انكم قهرتوا المخاوف وهزمتوا المخاوف وهزمتوا كل الصعاب اللي واجهتكم، وثبتوا للعالم بانكم ما شاء الله. يعني ثبتنا حتى العرب بان المغربيات ديك النظره الدونيه اللي عندهم، او ديك النظره الخايبه والمشبوهه اللي عندهم على المغربيات، ثبتوا الحمد لله. العكس، نساء مايواي نساء اللي مفخره للعرب. مايواي المغرب ما شاء الله علينا. يعني تحدينا كل صعوبات العمل، تحدينا كل العوائق، كل الظروف، كل الإحباطات وكل الإكراهات اللي تعرضنا لها، وثبتنا بأننا نعرفوا ننجحوا ونقدروا ننجحوا. مازال غادي ننجحوا، مازال ما درنا والو. إلا لاحظتوا في القصص ديال النجاح اللي كنعطيكم دائما التحفيز، أغلب النجاحات العالمية بدات من أشخاص تعرضوا لظروف قاهرة، يا إما إعاقة، يا اما يعني شي ظروف بحال هكا. ممكن انها تكون يتم، ممكن تكون مرض قاهر، ممكن تكون شي حوايج اللي منعتهم وما خلاتهمش انهم ينطلقوا. ولكن نفاردوا في انهم عرفوا كيفاش يواجهوا التحديات. والحمد لله انهم انفردوا بانهم جناو الثمار ديال هاد التحديات وهاد الثمار ديال النجاح، وجناو النتائج. الحمد لله. حتى في مايواي عندنا قصص ديال المرض، وعندنا قصص ديال الاعاقه، وعندنا بزاف ديال القصص. مايواي جمعت نساء من مختلف الشرائح، يعني جميع الطبقات، نقدر نقول جميع الطبقات، جميع الشرائح، جميع المستويات. كل وحده وظروفها، كل وحده وتحدياتها. كاينه اللي خاصها تحدى غير نفسها، خاصها تحدى غير العائق اللي عندها داخلي ديال الخوف من الخوف وديال التردد وديال الخجل. وكاينه اللي عندها عائق يعني مكبلها، كاينه اللي مكبله بوليداتها، اللي مكبله مثلا يعني بظروف قاهرة، كاين اللي مطلقة، كاين اللي أرملة، كاين اللي مريضة، كاين اللي طريحة الفراش. وهكاك الحمد لله اعتمدنا على الله تعالى واعتمدنا على نفسنا، وهذا هو سر نجاحنا. تحية لكم أيتها الرائعات، تحية تقدير وإجلال شركتنا مايواي. وإن شاء الله مازال جاي الخير قدام، مازال كيف ما قلت مازال ما درنا والو. إن شاء الله غادي نثبتوا على صعيد مايواي كلها أن مايواي المغرب إن شاء الله انفردت بنساء قادرات أنهم يكونوا قويات، وقادرات أنهم يزيدوا بشركتهم القدام. مساء الخيرات عليكم أيتها الرائعات المغربيات الحرات، حفيدات فاطمة الفهرية. مشهود لنا عبر التاريخ بالإنجاز، وبأننا يعني إذا تعطاتنا الفرصة